مساء الفل. خطة السيطرة على العالم شغالة دلوقتي زي الفل، وكلنا شايفين ايه اللي بيحصل حوالينا في العالم دلوقتي. بس تبقى غلطان لو انت فاكر ان الخطة دي ابتدت النهاردة او حتى من 10 سنين فاتوا. لا خالص، الخطة دي ابتدت من زمان جدا. فلو انت عايز تعرف ايه ابعاد الخطة والخطة ابتدت من امتى، اتفضل تعالى معانا. اهلا بيكم مرة تانية. عشان نفهم الحاضر لازم نتعلم من التاريخ، والتاريخ بيقول ان احنا بنشوف مقدمات حرب عالمية تالتة. المستفيد منها واللي بيدفع العالم كله ناحيتها مجموعة من رجال الاعمال والمؤسسات متعددة الجنسيات اللي قدرت تسيطر على الاقتصاد العالمي ومراكز صنع القرار جوه امريكا والعالم الغربي وتتحكم فيها، وبتدفعنا دفع ناحية الحرب العالمية الثالثة. واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في الفيديو اللي فات، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن واتفرجوا عليه عشان هو فعلا موضوع مهم جدا. المهم بقى ان الخطة دي مش بادية من النهاردة زي ما قلنا، لا دي بادية من زمان جدا. عارفين بادية من امتى؟ بادية من بعد الحرب العالمية الأولى. يا نهار اسود، ده من زمان قوي. والله زي ما بقول لك كده بالظبط. لو مش مصدقني تعال هثبت لك. الأزمة دايما بتبتدي بظهور شخصية جدلية، ويكون الشخصية دي ليها أفكار عنصرية متطرفة، سواء كانت متطرفة دينيا أو عرقيا، وده بيكون على حسب الشعوب المستهدفة. وطبعا الأزمة دي بتحصل بعيد عن فين؟ الأراضي الأمريكية. الشباب يبتدوا يلتفوا حوالين الشخصية الجدلية دي ويتأثروا بالخطابات بتاعته اللي دايما بتكون خطابات نارية وشعبوية تلم الشباب كلهم حواليه. بعد كده يبتدوا يدعموه بالسلاح ويلمعوا أفكاره ويدعموه بالفلوس كمان. الخطوة اللي بعد كده تقوم حرب في المنطقة يتم فيها تدمير كل جيوش المنطقة واقتصاديات الدول دي، عشان تدخل بعد كده أمريكا وتفوز بثروات الشعوب دي كلها. والقصة دي ما اتكررتش مرة واحدة بس، لا دي صدفة اتكررت كذا مرة، عشان كده ما بنقدرش ان احنا نقول عليها صدفة. من أول هتلر، بن لادن، أبو بكر البغدادي، حتى صدام حسين والقذافي، ولحد أخونا زيلينسكي المهرج بتاعهم. طب ما تيجي نشوف الحرب العالمية التانية ابتدت ازاي. كان في واحد اسمه هتلر، كان شخص مش معروف خالص، لكن كان عنده افكار قومية متطرفة. نجح ان هو يكون رئيس لحزب صغير اللي هو الحزب النازي، وهو في الوقت ده كان حزب صغير ومالوش ظهير شعبي كبير. وفجأة تبتدي شركات وبنوك أمريكية تساعد الحزب ده وتدعمه، والشركات والمؤسسات دي زي مين؟ زي جي بي مورجان وروكفلر وستاندرد اويل اللي هي اكسون موبيل دلوقتي. ودي كانت المرحلة الأولى لصناعة الشيطان. والمرحلة الثانية بعد وصول هتلر والحزب النازي للحكم، ابتدت الشركات الأمريكية تدعمه صناعيا وعسكريا عشان تثبت أقدام الحزب النازي وهتلر في حكم ألمانيا. والشركات دي زي ايه؟ زي جنرال إلكتريك مثلا وجنرال موتورز. لكن محدش ساعد هتلر اكتر من هنري فورد، اللي كان هتلر بيحبه جدا وكان حاطط صورة ليه في مكتبه وبيقول عليه ان هو شخص ملهم بالنسبة له. يعني هنري فورد ملهم بالنسبة لهتلر. الكلام ده انا مش جايبه من عندي، الكلام ده هتلر كاتبه في الكتاب بتاعه اللي هو اسمه كفاحي. المهم عم هنري فورد ده كان عنده مصنع بتاع محركات طائرات. المصنع ده كان موجود في انجلترا، وكان عنده مصنع تاني موجود في فرنسا، كان بيورد المحركات بتاعت الطائرات بتاعت الجيش النازي من مصنع فرنسا. ومع بداية الحرب العالمية التانية وقف الانتاج في مصنع انجلترا، ودي تعتبر خيانة صريحة لانجلترا لان انجلترا من ضمن الحلفاء بتوع امريكا. وابتدى يتوسع في المصنع بتاع فرنسا اللي كانت اوريدي ألمانيا احتلت فرنسا، وابتدى يمد الجيش بتاع ألمانيا بمحركات الطائرات بطريقة أكتر بكتير. مش بس كده، كمان قبل الحرب العالمية الثانية ما تبدأ، هنري فورد دعم الجيش الألماني وهتلر بحوالي 60,000 شاحنة. وكانت الاستثمارات الأمريكية في ألمانيا النازية قبل بداية الحرب العالمية الثانية حوالي 800 مليون دولار، والرقم ده رقم كبير جدا بالنسبة للوقت ده. وكان الشريك الأكبر في الاستثمارات دي زي ما قلنا فورد وإكسون موبيل وجنرال إلكتريك وجنرال موتورز وغيرهم من شركات أمريكية كتيرة مدت ألمانيا بكل التقنيات العسكرية والأسلحة اللي مكنتها من إن هي تعمل الجيش الكبير قوي دي اللي حاربت بيه العالم كله. يعني أنت عايز تقول لي إن أمريكا ساعدت في وصول الحزب النازي لحكم ألمانيا وكمان دعمت هتلر ماديا وعسكريا؟ والله مش كلام أنا، ده في ناس بتقول الكلام ده مش كلامي. القصة بتاعت هنري فورد والمساعدات اللي حصلت في الأول دي هتلر قايل عليها في الكتاب بتاعه
اللي هو اسمه كفاحي. والتتبع بتاع المساعدات الأمريكية لألمانيا النازية ده موجود في كتابين، الأولاني Trading with the Enemy، تاني Wall Street and the Rise of Hitler. والكتابين كتابين أمريكيين وموجودين أي حد ممكن يطلع عليهم. يعني من الآخر كده أمريكا هي اللي ساعدت في وصول الحزب النازي لحكم ألمانيا، وهي اللي ساعدت هتلر. مش بس كده كمان، أنا عايز أقولك إن من أهم أسباب الحرب العالمية الثانية كانت شروط معاهدة فرساي اللي اتحطت بعد الحرب العالمية الأولى. عشان كده أنا بقولك إن الخطة كلها ابتدت من بعد الحرب العالمية الأولى. طب تعالى نشوف بقى إيه اللي حصل في العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية اللي مات فيها أكتر من 70 مليون بني آدم. أنتوا متخيلين رقم كبير جدا. حرب قعدت 4 سنين مات فيها 70 مليون شخص من كل الجنسيات واتدمرت عشرات الدول. اللي حصل إن الشركات الأمريكية كسبت مكاسب مهولة من خلال تسليح الجيش الألماني وبنائه في الأول، وبعد كده بيع الأسلحة لبقية دول العالم عشان تحارب الجيش الألماني. وبقت أمريكا ليها سطوة مالية واقتصادية على العالم كله، وده بفضل اتفاقية بريتون وودز اللي حصلت في أواخر الحرب العالمية الثانية. وعملنا فيديو واتكلمنا فيه عن الموضوع ده، هسيب لكم برضو لينك الفيديو تشوفوا فيه ازاي الدولار من بعد الحرب العالمية الثانية بقى أهم سلاح لأمريكا. السلاح الاقتصادي والدولار بقى أهم سلاح لأمريكا. وكمان أمريكا بقت الدولة العظمى الرئيسية المسيطرة على العالم بعد ما كان بريطانيا وفرنسا هم المسيطرين قبل الحرب العالمية الثانية. وطبعا سيبك بقى من كل الملايين اللي ماتت، المهم السطوة الأمريكية. يعني انت دلوقتي بتقول ان أمريكا هي اللي متحكمة في القصة كلها. لا، أمريكا في مصلحتها الموضوع، لكن مش هي المتحكم شبكة المصالح. وارجعوا للفيديو اللي اتكلمنا فيه قبل كده عن الموضوع ده. طب انت ما صدقتنيش في المثل الأولاني بتاع هتلر، طب ما تيجي نشوف صدام حسين واللي اتعمل فيه باختصار كده. مين اللي كان بيمول صدام حسين في الحرب بتاعته مع إيران؟ مش عايز أقولك إن مين اللي كان بيمول إيران كمان. ساعدوا على وجود حرب ما بين العراق وإيران لمدة 8 سنين، وباعوا فيها أسلحة بطريقة مهولة واتدخلوا في المنطقة. بس كده؟ لا، ده بعد كده هم اللي خلوا صدام حسين وادوله الجرين لايت إن هو يدخل الكويت ويحتلها، عشان بعد كده يعملوا تحالف عالمي ويحاربوا صدام حسين في حرب الخليج الأولى ويطلعوه من الكويت. خلاص خلصت الموضوع على كده؟ لا خالص. جابوا عمك البرادعي وقال لك أصل العراق عندها سلاح نووي واكتشفنا مش عارف ايه هناك كيماوي، لس حرب الخليج التانية، وجات أمريكا قعدت في المنطقة عشان تحلب البترول بتاع الخليج. وده برضو كله جاي من فين؟ من شبكة المصالح والمؤسسات متعددة الجنسيات اللي بتستفيد من الأزمات. حرب يعني بيع سلاح، يعني أسعار بترول في السماء، يعني إعادة إعمار، يعني أوبئة، يعني أدوية، يعني كل حاجة. وهم المستفيد الأول والأخير من صناعة الأزمات في العالم. والمثل ده اتكرر بنفس الطريقة في كذا مكان، بس مش لازم تبقى دولة. ممكن مرة تبقى داعش، ممكن مرة يبقى البوسنة والهرسك، ممكن مرة تبقى طالبان، ممكن مرة تبقى القاعدة. المهم ان السيناريو بيتكرر بنفس الطريقة، شخصية جدلية، تمويل، دعم، تلميع، وفجأة يخلصوا عليه. والكلام ده لحد فين؟ لحد حرب روسيا وأوكرانيا. وعم زيلينسكي ده اللي هو الممثل المغمور اللي محدش يعرف عنه أي حاجة خالص، ده اللي فجأة طلع لنا في المقدر جديد، واحتمال كبير جدا يكون هو السبب في وجود حرب عالمية ثالثة تخلص علينا كلنا، الله يحرقه. المصادفة الأغرب بقى كمان إن معظم الشخصيات دي فجأة بينتهي دورها وتختفي، وأمريكا تعلن عن موتهم من غير وجود جثة. حد لقى جثة لهتلر، حد لقى جثة لأسامة بن لادن، والأمثلة كتير كتير كتير. والحاجة اللي تثبت لك كمان إن القصة مش في أمريكا والرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية هي اللي بتدعم الكلام ده كله، ما هم أداة يا جماعة في الموضوع. أثبت لك بطريقة تانية، كل الرؤساء الأمريكيين في آخر 100 سنة كل واحد فيهم بيجي لازم يطلع له حرب، مرة أفغانستان، مرة العراق وإيران، مرة الحرب الخليج الأولى، مرة مش عارف البوسنة والهرسك. لازم يبقى عندهم مشاكل، ما عدا 2 هما اللي وقفوا ضد شبكة المصالح دي. الاتنين دول مين؟ جون كينيدي واتقتل، وترامب
واتعزل. هم دول الاتنين الرؤساء الامريكيين الوحيدين خلال اخر 100 سنة اللي حاولوا ان هم يقفوا قصاد السبوبة العالمية دي كلها. عشان كده بقولك هي القصة مش قصة امريكا هي الفاعل، هي اللاعب الرئيسي في الموضوع، بس في ناس من وراها هم دول اللي بيديروا اللعبة كلها. هو ده مخرج المسرحية اللي بتحصل قدام. في النهاية أتمنى إن الفيديو ده والفيديو اللي فات يكونوا وضحوا الصورة شوية للمسرحية الهزلية الكوميدية المأساوية التراجيدية اللي بتحصل حوالينا، واللي ممكن نروح فيها كلنا في 60 داهية وإحنا على فضل كريم يابا، ملناش لا ناقة ولا جمل في الموضوع. وأشوفكم على خير في فيديو جاي إن شاء الله. سلام.